متابعة لهذا الموضوع معنا من مراكش محمد نشطاوي رئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات. أستاذ نشطاوي مرحبا بك معنا، مساء الخير. أهلا وسهلا ومرحبا. أود أن أتوقف عند الموقف الأمريكي الذي دان أعمال العنف الصادرة عن الجبهة، الإدانة من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حتى السفارة الأمريكية في الجزائر موقعها الرسمي أدان. فما رأيك في الموقف الأمريكي من الأحداث الحالية، خصوصا وأنه اعتبر أن الأمر يجب أن يتوقف وأن ما يحصل يهدد المساعي الحالية؟ بطبيعة الحال فالموقف الأمريكي كان واضحا، سواء في الأمم المتحدة من خلال البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة أو حتى من خلال السفارة الأمريكية في الجزائر، واللتين بنفس المنطق ونفس التصريح اعتبر بأن ما وقع يهدد الأمن والسلم في المنطقة، وأن على البوليزاريو أن يلتزم بوقف إطلاق النار، وأن يلتزم كذلك بمسار المفاوضات الذي أكد من خلاله القرار 2797 على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد والأساس الذي يمكن من خلاله وعلى أساسه حل هذا النزاع. أظن أن ما وقع هو بمثابة آخر نفس للبوليزاريو لإثبات بأنه حاضر وبأن له القدرة وله الإمكانيات وله الوسائل من أجل تهديد حدودنا الجنوبية. وهذا يثبت مرة أخرى بأن البوليزاريو هي حركة ليست فقط انفصالية، بل حركة إرهابية تحاول قدر الإمكان العمل على بث فشلها من خلال هجمات إرهابية. صحيح، ما قامت به البوليزاريو أسلوب يتكرر كلما كانت هناك تحركات إيجابية في هذا الملف، ملف الصحراء المغربية. هذه المرة أيضا تختار التصعيد اعتقادا منها أنها ستؤثر على مجمل الحراك الدولي الحاصل في هذه الظرفية، وفي موقف القوى الكبرى الداعم للحكم الذاتي، وفي مواقف المجتمع الدولي. وبالتالي هل هي آخر الأوراق قبل الحسم؟ هل التصعيد الحالي يمكن أن يؤثر في شيء؟ لا ننسى بأن البوليزاريو هي في مراحلها الأخيرة، وما تقوم به هي محاولة إثبات بأنها لا زالت حاضرة وبأن لها من الإمكانيات والوسائل التي تمكنها من شن هجمات إرهابية على المغرب. لذلك فأظن بأن هي تثبت مرة أخرى كما قام بذلك المشرعون في الكونغرس الأمريكي بأنها حركة إرهابية، وبأن ما تقوم به يندرج ضمن الأعمال الإرهابية. لذلك فربما اختلط عليها الأمر، هل يجب عليها أن ترضخ لما صرح ما قام به المنظمة الدولي وما سطره من خلال القرار 2797 وكذلك المواقف المهمة والواضحة للمنظمة الدولي، أم أنها يجب أن تثبت بأن لا زال لديها القدرة ولها الوسائل التي يمكن من خلالها أن تحاول زعزعة الاستقرار في المنطقة. لذلك فما وقع يرتد على البوليزاريو باعتبارها بالفعل حركة انفصالية إرهابية، وأنها لا تريد السلام، حتى وأن كل الأمور هي تضيق عليها وتضيق على الجزائر من خلال الحسم النهائي بأن مبادرة الحكم الذاتي أصبحت الآن مشروعا أساسيا ووحيدا لحل النزاع. شكرا جزيلا لك محمد نشطاوي رئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات على هذه المشاركة معنا.